أعلن النادي الإسماعيلي رسميا عن إنهاء أزمة اللاعب البوليفي كارميلو الجاراناس بعد سداد القسط الأخير من مستحقاته المالية، وبذلك يغلق أحد أبرز الملفات الدولية التي أثقلت كاهل النادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية. وأفاد بيان صادر عن النادي الإسماعيلي على صفحته الرسمية إن اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أتمت تحويل الدفعة الأخيرة وفق الاتفاق المبرم مع اللاعب ومحاميه. وكان الاتفاق بين النادي الإسماعيلي واللاعب ينص على تقسيط المستحقات على 3 دفعات، بعد أن كانت الإدارة السابقة قد سددت دفعتين للاعب من قبل، حيث سددت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي حاليا القسط الأخير للاعب البوليفي كارميلو، ليسدل الستار تماما على واحدة من أهم القضايا الدولية التي كان يعاني منها النادي الإسماعيلي مؤخرا.